عمرك شفت واحد يفشل بشغلة أو يفشل بشغلة العفو، وبدل ما يعترف يحط الصوت بالآخرين أو بالظروف؟ تدرون ليش العراقيين يقولون ما يعرف يرقص يقول القاع عوجه؟ صلب الموضوع. يقولون القصة بدأت من حفلة قديمة، وحدة رادت تبين مهاراتها بالرقص بس ما دبرتها ولا عرفت تضبط الخطوات، فحتى لا تفشل قدام الناس قالت لهم القاع مو عدلة وبيها اعوجاج، واللي هو يعني هو هذا السبب اللي خربطت الرقصة مالتي. وصار هذا المثل يظهر لكل شخص يعلق فشل على شماعة الأسباب الخارجية، أي سبب يشمل المهم على شماعة الأسباب. الطالب اللي ما يقرأ يقول الأسئلة صعبة، اللاعب اللي ما يسجل يقول لك الطلبة خفيفة. هسه بصراحة منو أكثر شخص بحياتكم يعني يقول القاع عوجه أو عنده دائما القاع عوجه؟ سووا له منشن ودزوا له هذا الفيديو وقولوا له بطل تبريرات. تابعوني والباكر قصة مثل جديدة. في امان الله.